ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبهنا وصحة وسعادة، ورمضان كريم عليكم وعلينا وعلى الأمة الإسلامية بإذن الله. النهارده حبايبي هنفضفض مع بعض كده شوية بطريقة بسيطة، يعني مش معقدة كده. احنا خدنا على بعض وما شاء الله بقينا أصحاب وأصدقاء. وربنا يجمعنا دايما يا رب على الخير وفي المحبة دايما كده إن شاء الله. بصوا حبايبي، دايما معظم الناس بتتساءل ايه هو سر نجاح الاكل وطعمه الجميل المميز اللذيذ. يعني مثلا دايما يقولك ايه ده نفسها حلو في الاكل. طب هو ايه النفس؟ ايه النفس ده اللي بيقولوا عليه؟ ايه النفس الحلو اللي في الاكل؟ بيقولك نفسها حلو في الاكل، اكلها طالع ما شاء الله جميل وطعمه حلو وريحته حلوه. طيب هو ايه النفس؟ هو حبيبي بكل بساطة جدا هو التكات البسيطة اللي بتبقى بس، او اللي بيقول عليه التاتش بتاعها، التاتش بتاع البنوتة او الست الجميلة اللي بتعمل الاكل. يعني التكات اللي بتعملها، يعني مثلا اول حاجة خالص يا حبايبي، المفروض احنا بنسمي في كل حاجة بنعملها في المطبخ. كل حاجة التسمية دي لازم تكون البسملة دي على لساننا معظم الوقت طول الوقت. ده سر من اسرار نجاح الاكل يا حبايبي، ونجاح اي شيء في حياتنا بصراحة يعني. بس احنا عشان بنتكلم في مجال الاكل دلوقتي، احنا بنتكلم بصراحة. انا دلوقتي يعني انا في اول جوازي عن تجربة شخصية، انا كنت بستعجل وبعمل الاكل. طبعا ما كنتش طبعا متمكنة، كنت بعرف اعمل الاكل وكل حاجة، بس طبعا ما كنتش عارفة التكات والتاتشات اللي بنضيفها دلوقتي والكلام ده. شوية بشوية ومع مدى السنين ومر السنين وكده، بدات اللي انا اتعلم اكتر، وبدات اللي انا الناس بتشكر في اكلي. بيقول لي ما شاء الله اكلك حلو لذيذ، نفسك حلو في الاكل. طب ايه النفس ده؟ عرفت بعد كده النفس ده هو التكات الجميله اللي احنا بنعملها. يعني مثلا بتحطي كل حاجه بمقدار مظبوط، هو المقدار المظبوط في التوابل، سواء في التوابل بتاعتك، في الطماطم بتاعتك، في الصلصه بتاعتك، في المعيار بتاع مثلا الشوربه بتاعتك لو بتسقي بها محشي، او معيار الرز او الكلام ده، او السمنه بتاعتك او الزيت. كل الحاجات والادوات اللي انت بتستخدميها في المطبخ بتاعك بتحطيها بمعيار ومقدار مظبوط، هي اللي بتنجح معاكي الاكل. بيقولوا بعد كده نفسها حلو شطوره، ده ما شاء الله عليها، ده ما فيش زيها. الاكل ده كل الحاجات دي جميله حبيبتي. بس في حاجات هي الاول والاخير الصراحه هي البسمله. احنا كل حاجه، يعني انا كل ما بعمل حاجه بسمي الله، بسم الله بسم الله وانا بحط الطماطم، بسم الله وانا بطش مثلا الملوخيه، بسم الله وانا بخرط الثوم، بسم الله وانا بدق الثوم، بسم الله وانا بنقي الرز، بسم الله وانا بعمل كل حاجه في المطبخ بتسمي الله. وممكن بدل ما تدندني باغاني ولا حاجه مثلا وانت واقفه في المطبخ، لا دندني بقران، اي قران، السور القصيره اللي انت حافظاها او اللي احنا حافظينها من ابتدائي يعني عادي، بنقعد ندندن بيها كده، بنقرا فيها. بعد كده بتلاقي ما شاء الله وانت بتعملي الاكل بتلاقي الريحه جميله والطعم ما شاء الله بيبهر الكل، بيبهر زوجك واولادك. ما شاء الله كل حاجه بتطلع حلوه، ربنا بيبارك وربنا بيحسن ما بين ايديكي. فيا ريت يا حبايبي نتبع اسلوب البسمله اول حاجه. تاني حاجه قراءه السور القصيره اللي احنا حافظينها من كتاب الله من واحنا صغيرين، بندندن بيها طبعا واحنا بنعمل الاكل واحنا بنعمل اي شغل في البيت. تالت حاجه حبايبي، التكات او النفس اللي احنا قلنا عليه هو التكات الجميله اللي احنا بنعملها. كل حاجه تبقى بمقدار مظبوط، توابلك تتحط بمقدار مظبوط. كل حاجه لما بتزيد عن حدها بتتقلب لضدها. كل حاجه، يعني ايه التوابل اللي احنا بنحطها؟ اولا في شويه توابل بتبقى اساسيه في المطبخ بتاعنا. كل المطابخ بتاعنا فيه توابل اساسيه، مثلا الملح، الفلفل الاسود، الكمون، الكزبره، الشطه. دي معظم الحاجات انا بتكلم على اساسيات اللي احنا اهالينا وكلنا كنا بنشوفها في مطبخ امهاتنا واجدادنا. دي الحاجات البسيطه اللي احنا دايما ما بنستغناش عنها. دلوقتي زاد عليها ايه بقى؟ البابريكا والسبع بهارات والكباب الصيني والثوم البودر والبصل البودر والحبهان البودر واللورا والحاجات دي كلها. كل الحاجات دي اضافات زياده. لكن والله لو بالبسمله وسميتي على كل حاجه وتبعتي النصايح اللي انا برشدك ليها ديت، وحطيتي ابسط الاشياء، شويه ملح وشويه فلفل اسود شويه بهارات، حاجات بسيطه جدا، والله اكلك هيطلع زي العسل وزي الشهد من ايديكي. وهتبقي ما شاء الله شطوره وعسوله، وهتقومي بعزومه وهيقولوا ما شاء الله عليكي احسن الكلام. انت هتكوني راضيه عن نفسك وعن اكلك في الاول. تمام كده. يا رب تتبعوا النصايح البسيطه اللي انا قدمتها لكم ديت، ويا رب دايما نفضل متحابين وفي الله. وما تنسوش يا حبايبي اشتراككم في القناه واللايكات والشير يا حبايبي، علشان كلنا يجرنا ربنا الثواب. و...
في نهايه كلامي ان شاء الله ربنا يحسن ما بين ايديكم، واهم حاجه حبايبي وانتوا بتعملوا برضو اكلكم كده ان شاء الله تقروا سوره قل اعوذ برب الفلق. قل اعوذ برب الفلق يا حبايبي. سواء معلش برضو وانت بتشتري حاجه، مثلا حد كان باصص لك، حد شايفك، حد عامل معلش الناس طبقات ومش كلنا زي بعضنا، كلنا زي بعضنا مسويين قدام في الله يعني قدام ربنا وكل حاجه، بس الناس طبقات، في مستوى عالي، في مستوى اقل، في كده. فانت ممكن وانت بتشتري حاجه بتكون مثلا واحده شافتك وانت بتشتري كميات كتيره، فانت مش قادره اللي انت مثلا انت مش قادره مثلا اللي شافتك دي تجيب زيك والكلام ده. فمعلش يستحسن برضو، يستحسن لما تروحي بيتك باذن الله بتغسلي حاجه، بتغسلي طماطم، بتغسلي فراخ، بتغسلي لحوم، بتغسلي اي حاجه، بتعملي اي حاجه بتطبخي، يبقى بسم الله قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. خلي دايما الذكر بتاع ربنا على لسانك، كل حاجه هتطلع ما شاء الله من ايديكي زي العسل وزي السكر باذن الله. وربنا يحسن ما بين ايديكم وايدينا يا رب. ودايما طمنونا عليكم، ودايما مستنيه تعليقاتكم في الكومنتات تحت واشتراككم في القناه حبايبي. واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله.